بنفسه وحرمه، فوالله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام، فشك سهم منها أزر النساء، فدهشنا وأرعبن. فحمل الحسين عليهم كالليث الغضبان، فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله، ورجع إلى مركزه ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطلب في هذا الحال ماء، فقال له الشمر لا تذوقه حتى ترد النار. فقال الحسين أأنا أرث النار، وإنما أرد على جدي رسول الله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما فعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم، فكأن الله لم يجعل في قلوبهم من الرحمة شيئا. ورماه أبو الحتوف بسهم وقع في جبهته، فنزعه وسالت الدماء من جبهته، فصاح بصوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترته. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح، فرماه رجل بحجر على جبهته الشريفة، فسال الدم على وجهه، فرفع ثوبه ليمسح الدم عن عينيه، فرماه آخر بسهم محدد له 3 شعاب، فوقع على قلبه الشريف، فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأت رمى به نحو السماء، وقال هون علي ما نزل بي، أنه بعين الله تعالى. فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض، ثم وضعها ثانية ولطخ بها رأسه ولحيته الشريفة، وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله، وأنا مخضب بدمي، وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. وأعياه نزف الدم، فجلس على الأرض ينوء برقبته، فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النصر فشتمه، ثم ضربه بالسيف على رأسه، وكان عليه برنس، فامتلأ البرنس دما. فقال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شرب، وحشرك الله مع الظالمين. آجركم الله أيها المؤمنون. ثم إنهم لبثوا هنيئة وعادوا إلى الحسين، وأحاطوا به وهو جالس على الأرض ولا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله بن الحسن السبط وله 11 سنة، نظر إلى عمه وقد أحدق به القوم، فأقبل يشتد نحو عمه،
وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام: يا ابن الخبيث أتضرب عمي؟ فصاح الغلام: يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فغضب اللعين من كلامه فضرب الغلام بسيفه، فاتقى الضربة بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة. فصاح الغلام: يا عماه لقد قطعوا يدي. فضمه الحسين إلى صدره وقال: يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع يده قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ورمى الغلام حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين، وبقي الحسين مطروحا على الأرض مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام عليه. فصاح الشمر: ما وقوفكم وما تنظرون بالرجل وقد أثخنته السهام والرماح، احملوا عليه. فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. والإمام الحسين يجود بنفسه ويقول: صبرا على قضائك يا رب، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، يا غياث من لا غياث له ويا دائما لا نفاد له، يا محيي الموتى احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. قال هلال بن نافع: كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتلي. فاستقى في هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوه، فقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. فقال: أنا أرد الحامية وإنما أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم
حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا. وأقبل فرس الحسين يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه، فصاح ابن سعد: دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله. فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل 41 رجلا و10 أفراس. فقال ابن سعد: دعوه لننظر ما يصنع. فلما أمن الجواد الطلب أقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويصهل صهيلا عاليا. قال أبو جعفر الباقر: كان يقول: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل وكأني بالعقيلة نادت: يا مهري حسين قيل لي عن ولي بعد فيا يا خايب بشفاي اشتم يصواب قيل لي بقلبك خي ومن يا جرح دم يفور أكثر. فلما نظرت النساء إلى الجواد مخزيا وساك عليهم الوئام خرجن من الخدور على الخدور